تعالى تعالى، راح فين؟ طلع تتسحب كده؟ ايه يا اخويا؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ وانا مفيش مره اجي الاقيك نايم؟ مفيش والله يا اخويا، فضلت خيرك كده 2 كيلو برتقال جايبهم للبيت. ربنا يوسع عليك. هم ولا حاجه؟ لا طب اقول لك على حاجه. ايه يا اخويا؟ خليهم معاك كده كده، الجماعه اتغدوا وروحوا عند الجماعه وانا هنا لوحدي. فانت اطلع يابا وانا هدخل الحمام بس وهطلع وراك ايه اكلهم معاك فوق. هتيجي تاكل معايا فوق يعني؟ خلاص ماشي يا اخويا، ماشي يابا، ماشي يا حبيبي، مستنيك. ماشي. مين؟ انا يا نور. علي يابا. لا يسترها معاك يا اخويا يا علي يا رب. شفت الاخ الكبير ظهره وسند ازاي؟ ايه اللي في ايدك ده؟ والله ما عارف اقول له الله يسترها معاك يا علي يا اخويا. علي اخويا، وانا طالع لقيته بيقول لي خد تعالى، انا جايب لي البيت عندي برتقان وعامل حسابك. بصي، الله يسترها معاك يا اخويا علي يا رب. عم علي اللي جايب لنا ده؟ والله سندنا وكبيرنا، ظهرنا، سندنا في الدنيا. الهي يبارك لك يا عم علي ويرزقك، الهي يبارك لك زي ما انت فاكرنا كده يا رب. الله يبارك لك يا علي يا اخويا ويديك الصحه. بقول لك هو طلع ورايا برتقالتين 3 كده قشريهم عشان هو طلع يقعد معايا شويه. عينيا عينيا يابا، قشر له برتقال ده يشرف، ان ما شلتوش الارض اشيله فوق راس، ده سندنا في الدنيا، احنا قلنا غيره. عينيا حاضر. مين؟ انا يا نوره. تعالى يا عم علي اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله، اتفضل تعالى. حماد اخويا فين؟ قاعد مستنيك اهو. ده كنا عملت لكم ازعاج بس ولا حاجه؟ ازعاج ايه يا عم علي وانت غريب؟ ده انت شرفتني يا عم علي، ده انت لو ما شرتكش الارض نشيلك فوق راسنا. الله يعزك يا رب. اتفضل يا عم علي. وبعدين هو احنا هيجي لنا عاز منك؟ ده انت سندنا وظهرنا في الدنيا، ربنا يخليك لنا يا رب، جايب لنا الخير كله يا عم علي. اتفضل دقيقه واحده وهجيب لكم الفاكهه. تعالى يا اخويا. ايه يا معلم؟ عامل ايه؟ خليك يا اخويا. هارك. اوعى تكون كلت من غيري. لا عيب عليك ونقدر. حبيبي. خدت لك انت شويه دعاوي 100 100 اهي. ما انا بقول هي مراتك مالها صحيح؟ ما انت مش فاهم حاجه، بقول لك ما تشغلش دماغك يا نوره. ايوه يا حماده، الفاكهه جاهزه اهو يابا، الحلو كله لعم علي، واحنا هيجي لنا عاز منه، ده سندنا وظهرنا ده. اي خدمه عمل شكلك كده راضي عنه، بسم الله ما شاء طول الله. عمري راضي عنه يا حماده. عندك حاجه ولا؟ طب بقول لك، طب انت في متقشر اهو يا بنتي، لقيت تاني ده؟ يابا بالهنا والشفا، خليه ياكل، ده كله من خيره. ياكل براحته يعني؟ خليه ياكل براحته. عندك حاجه؟ ماشي يابا ماشي. ده اخويا الكبير الغالي ده، انت عندك حاجه والله نور، انت بنت اصول، ده الغالي ده اللي بيجيب الحلو كله ده. كل يا اخويا. حبيبي يا اخويا، ربنا يخليك يا رب ليا يا رب. بس ايه الرضا اللي من مراتك ده كله؟ الرضا؟ انت مش فاهم حاجه، انت غلبان، انت غلبان، كل يا غلبان. طب بقول لك ايه، انت مالكش في دوت، انت دوبك جوه. يا ابن اللئيمه، كل يا عم. ماشي. الهنا والشفا. ماشي. دوس. بسم الله. ما اكلتش حاجه انت يا ابني، ما اكلتش حاجه خالص. الحمد لله، ده انا خلصت لك البرتقال. مش اكلتك دي خالص. تسلم ايديك، شويه برتقال زي الشاي. لا هم شويه الله واكل زي العسل، عجبوني بصراحه. والله تسلم ايديك يا اخويا. الله يكرمك يا اخويا. نشرب الشاي بقى على السريع. لا شاي ايه، انا يا دوبك انزل اريح شويه، استنهز فرصه ان العيال مش هنا والجماعه والبيت رايق يا اخويا، انزل انام لي ساعتين يا كده. ابن اللئيمه، الجماعه مش هنا يا اسطى، موزعها، عايز تاخد راحتك. انزل يابا نام لك شويه. خلاص يا اخويا. ماشي يا اخويا. يلا في رعايه الله. يلا شرفت يا اخويا. حبيبي. سلام. سلام يا اخويا. ايه يا عم علي ما شربتش الشاي؟ ايه يا نوره، تسلمي وربنا يبارك لك يا رب. لا الحمد لله انا اكلت كده، هنزل بس عشان اريح شويه بس. والله يا عم علي الحاجه ما بيبقى لها طعم غير وانت قاعد معانا، بركتنا كده وكبرنا وسندنا يا عم علي. تشكري يا بنت الوصول، ربنا يبارك لك، وشكرا على شويه البرتقال الحلوين دول. شكرا؟ انت بتشكرني ليه يا عم علي؟ ده المفروض انا اللي اشكرك، ده كله من خيرك، ده انت اللي جايب لنا البرتقال يا عم علي. انا اللي جايب البرتقال؟ ده حماد اخويا ده بتاع مجالب على فكره، ده حماد اخويا هو اللي جايب البرتقال، وجابلته على السلم فكان عايز يديني 2، قلت له لا ايه خليهم انا هطلع اكلهم معاك فوق، فطلعت عشان اكلهم معاه. يعني حماده هو اللي شاريه. ربنا يخليه يا رب. شرفت يا عم علي. ربنا يخليك يا رب، يوسع عليكم يا الله رب. يخليك يا اخويا. طب كنت تقول ان حماده هو اللي شاري البرتقال، ما كنتش طلعت لك ده كله، ده انت خلصت ال2 كيلو. انت يا بيه، انت يا بيه. ايه يابا؟ هتساليني على اخويا ما اكلش ليه؟ هقول لك دي اكلته، هو ما بياكلش. ما اكلش ليه؟ لا ما هو باين ان اخوك ما اكلش. انت يا اخويا بتضحك عليا ليه؟ لما انت جايب البرتقال مش بتقول لي ليه؟ هو انت يعني لو جيت عليا وقلت لي اني شاري برتقال واخويا جاي لي، انا هقصر مع اخوك؟ لو انا قلت لك انا اللي جاب البرتقال طبعا كنت هتعمل عكس كده. وبعدين انت المفروض تشكرين، ده انت المفروض تبوسي ايدي. اديتك نص ساعه في حياتك تمثلي ان انت صاحبه واجب وكويسه. اديتك نص ساعه فرصه في حياتك تدي لاخويا، تدي له ريق حلو وتدي له وش تضحكي في وشه. اديتك فرصه نص ساعه تبقى بني ادمه. شفت وانت بتمثلي كان حلو ازاي؟ ما تفضلي كده على طول، ايه اللي هيحصل؟ قال لي يعني انت بتحبي على الطلاق، انت ما بتقبلي اخواتي يا شيخه، قسما بالله انت نفسك تفحري تربه وتحط ابويا وامي فيها وتدفني عليهم على اساس ان انت بتموتي في اهلي. اما عرفت ان هو اللي جاب البرتقال طلعت له البرتقال كله. لو اخوه اللي جايبه واحده اللي بتطلع صح. بقول لك ايه، عشان ما نلفش وندور،
التمثيل بيبقى يوم اتنين بس مش على طول. ما تقعديش تمثلي. بنت الجعان بتبان وبنت الاصيل بتبان. انت جعانه ليه؟ انت طالعه جعانه ومصديه ليه يا شيخه؟ حرام عليكي، ده ابوك مضروب بالمثل في الكرم. ما تقعديش تمثلي عشان بيبان. انت جعانه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.